اوكم لي من القات. امانه اليوم شي اخزن وبحشم بالشقين. يا رجال ضيعت نص عمري في الغربه. ولا عليك يا اخي، خذ راحتك، البيت بيتك، خزن ورم لو ما يقرا حلقه. والله يا اخوي انقذ انا فاقد للحاره والاصحاب كلهم. اشتيك تشرح لي عن اوضاع اليمن بالتفصيل. عيوني ولا عليك يا اخوي، اشرح لك عن كل شيء. بيني وبينك يا اخوي في الغربه وبنتابع الاخبار ما بنعرف الصدق من الكذب. ما دام تجيني اشرح لك كل شيء بالتفصيل، انا ايش احكي لك قصه، بس تكون مركز معي عشان تعيش اللحظه. عيوني ولا عليك الا تخيل كل شيء. هوش ايش القصه؟ تخيل انك تمشي بسيارتك في شارع عام، ايوه، وفجاه شفت بنت في طرف الشارع مدوخه. مال البنت هذه مدوخه. انا ابو صالح. يا بنت الناس، الشاب هذه انا اشبه ما لها مدوخه. انا يا بنت الناس، ايش فيش؟ يا ناس، يا عالم، واو يا جماعه، بنت مني هذا ولا واحد في الشارع هذا. يا بنت الناس، صحي، والله ما معذنا الا اسعفها قبل ما تموت المسكينه هذا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا دكتور طمني، ايش حصل لها هذه المسكينه؟ تطمن وريح نفسك، وحاب اقول لك الف مبروك. على ايش مبروك؟ مالك يا دكتور؟ زوجتك حامل وجاي لكم مولود بالطريق. ايش؟ لا يا دكتور، انت فاهم غلط، انا مش ابو المولود. ايش اروح امك؟ من اللي فاهم غلط؟ قصدك تفلت زوجتك وابنك وتهرب؟ والله ما تفلت. لا تصدقهاش يا دكتور، هذه كذابه تكذب علي. ان ابوها الحركات، انت زوجي وابو ولدي، هذه الحركات على غيري. خاف يا الله واتقي ربك، شكلك غلطان ومشبه علي. يا دكتور انا شفتها مدوخه في الشارع وقلت اسعفها افعل فيها خير، ما انا جاري اني مجنونه تسلبط عليها هكذا. ايش؟ والله ما مجنون الا انت. لو انت خايف من الصرفه اجلس في البيت وانا اشتغل واصرف عليك. ايش من صرفه؟ خلاص خلاص بس انت وياها ولا تدي نخس. انت وهي ربشتوني طلعتوا لي الجنان. كيف قلبكم الان؟ يا دكتور لا يكذب عليك. خلاص بس، لكن انا عندي لكم الحل. ايوه هذا هو الكلام. هيا ايش الحل يا دكتور؟ فنفعل فحص عليك الان ونعرف الحقيقه، هل انت زوجها وابو الولد اللي في بطنها ولا لا؟ ايوه الله يرضى عليك، وهذا هو الحل. يا دكتور. خير يا دكتور، ايش به؟ اشتيك تمسك هذا وانت بيفلت منك ويهرب، امسكه سوا. ولا عليك تمام. شلو بعدين نفحص عليه. الله خارجين احنا واليوم الدبور هذا. سريع نزل المختبر نفعل له فحص. وانت اجلسي مكانك، بأجي الدكتور وتنقلش الغرفة الثانية ونتأكد من فحوصات السوا. تمام يا دكتور تمام. يا دكتور. خلاص فكوه، خرجوا الله معاكم. يا دكتور بشرني ايش حصل؟ الله يرحم والديك، فكني من هذه الورطة. خير، اتضح لي انا بعد ما شفت الفحص ان انت ايش انا ايش؟ ان انت لا ابو الولد اللي في بطنها ولا انت زوجها. الحمد لله، لك الحمد يا رب. يا دكتور انا قد قلت لك، بس انت ما صدقتنيش. وتاكدنا اكثر من الفحص، لا يمكن انك تكون ابو الطفل اللي في بطنها لانك عقيم وما تقدر تخلف. هيا شفت يا دكتور، انا قد قلت لك ان هذه البنت مش هي زوجتي ولا الطفل في بطنها ولدي، انا قلت افعل فيها خير. بيني وبينك اكتشفنا من الفحوصات حقها انها تعاني من حاله نفسيه وفيها صرع. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يشفيها ويعافيها. وانت فعلت اللي عليك وما قصرت، الله يكتب اجرك. هذا واجبي يا دكتور، والله يكتب اجر الجميع. وانا بحاول اتكلم مع البنت واشوف من اللي يقرب لها ونتواصل معه ويجي ياخذها. وهذا كلام يا دكتور، الله يوفقكم ويعينكم. الان نقدر نروح. تقدر تروح، الله معك. مع السلامه خاطرك، الله يفتح عليك. اخيرا افتكيت منها هذه المجنونه. عيني عينك، تشي تسلبط مني انا زوجها وذي بطنها ولدي. لا حول ولا قوه الا بالله، هذه الايام افعل خير تلقى شر. حسبي الله ونعم الوكيل.
لحظة كأني سمعت الدكتور بيقول لي إننا وتأكدنا أكثر من الفحص، لا يمكن أنك تكون بالطفلة اللي في بطنها، لأنك عقيم وما تقدر تخلف. كيف عقيم؟ مالك يا عقيم؟ أنا مزوج وعندي 6 عيال. لا يكون العيال هو أنا مش هو. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قلبي نطلع كل هذا حلم. مالك يابا؟ سلامات، ايش فيك؟ ايش؟ ولا شيء فشعني ما نقدر نلبب. بسم الله. ها؟ مالك؟ أبا واو جننت. اي جو ما هو؟ ايش بتفعل؟ بتشرب ماء؟ نسيت ان احنا في اول ايام رمضان. استغفر الله العظيم، امانه اني نسيت يا ولدي. اللهم اني صايم. تأخرت عنه. تأخرت. مالك؟ سلامات، على ايش تأخرت يا ولدي. خاطر ايش هصير ابدل. ما لبي مربوش اليوم، الله يستر. سيري تأخرت على عمل. هنا المفتاح سويس. مال امه اشتغلي. تأخريني على عملي. قد انا استاجل لي تاكسي خارج يوصلني اسرع. اين التاكسي؟ التكاس. تاكسي. سيري. حرك يا سواق. سيري امشي تأخر. سيري يا سواق. لا وين سري ايش المكان اللي تشين نسير له؟ ايش؟ إن سواق جاهل؟ لا يغرك شكل اننا جاهل، لكن سواق قوة، سواق الروابع. الله يخارجنا يا ولدي. وين ابوك ولا اخوك يجي لفك من هنا قبل ما تصدم اي واحد في الشارع وتموته؟ يا عم انا مش وقت هذا الكلام، قل لي وين المكان اللي تشتي وانا اوصلك ثواني واحنا هنا. الله يسر. هيا حنحل جولة 30 سريع. جولة 30 ثواني الان وانا اوصلك وقد احنا هنا. اربط الحزام سريع. الله يستر علينا. الله يستر. يا قرة الأعيان بيتي والله والأيام ثواني مالك وقفت هنا يا ولدي؟ ايش جولة 30 المكان مكانه؟ ايش فيك؟ لحظة حاول تهدى اشوف ما لها وقفات. لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي، شكل البترول كمل. ايش؟ كيف يعني؟ العفو منك يا عمنا، شكله بيامس نسي ما يعبي بترول، ابصر لك تاكس ثاني. الله لا وفقك، لا انت ولا ابوك. ايش الدبور هذا علي اليوم؟ الله يفتح عليك. قول لابوك مرة ثانية عبيها بترول سواء. استغفر الله العظيم، عاد اول زبون وقطع. يا جناه ما بشتكاسي. قد انا اوقف لي موتور خرج يوصلني اسرع. يا صاحب امتر. وقف. عندك يا امتر. اشي مشوار لا جولة 30 على طول. كم عتبز؟ 1000 ريال بس. 2000 ليش؟ الصحة البدرية طول العمر ب1000. يا جناه ادي لك 1000 والله. 1000 حق السبوع ولا حق العشاء، انا اللي منعك. يلا حن لا نتاخر على الدوام. حن سريع. على طول. حبيب قلبي سلام الله يحفظك. الله يعطيك العافية. ادي لك 1000. انك سدينا 2000. اخي على رسول الله. والله عشانك والله. الله يتعالى. ان الشركة مغلقة. يا حارس. الجايف على هذا يا محمد. يا محمد. حياك يا عم فارس. مالك؟ سلامات، ايش جابك اليوم الشركة؟ ايش جابني؟ جيت اليوم اطلب الله. لا قل لي ليش اليوم الشركة مقفلة؟ مالك يا محمد؟ عاد احنا في اول ايام رمضان، شكل الصيام اثر عليك. انا داير انه اول يوم من ايام رمضان، بس ليش الشركة مغلقة اليوم؟ هم قالوا يبدا الدوام من هذه الساعة في ايام رمضان. مالك؟ نسيت ان اليوم جمعة، يعني اجازة ما بش عمل. ايش؟ جمعة؟ ايوه جمعة اليوم. اوف
والله اني ناسي يا ولدنا اليوم جمعه. قد قلت لك ان الصيام اثر عليك. الله عفو منك، والله اني نسيت مربوش قوي. عادي عادي، عذرك معك، الله يفتح عليك. يلا يلا خاطرك مع السلامه. يا جنات الحين ما بيش عيسى ترجع للبيت. مالك بجعتني؟ بس لا عاد تزيد ولا تكمل حاجه. لحظه اكمل لك القصه. عاد القاطره عزدعسك بس ما عاد تموت، عاد تتكسر بس، ويصعبوك المستشفى ويوقع خطا طبي ويقطعوا يدك ورجلك بالغلط. بس والله ما زيد تشرح لي حاجه يا رجال، جننتني خبصت عقلي. يا اخي كنت اشي اوصلك نهايه القصه، تعبر لك عن الوضع في اليمن كيف هو معصود عصيد ومخبوص خبز. يا رجال هذا قدو فيلم اكشن، ما عاد وش الوضع في اليمن. طيب خليني اكمل لك باقي القصه. خلاص عاد تكمل ليش يا رجال، سديت نفسي، قد انا على الغربه خرج لي ولا هذا الوضع المخبوص خبيص. يلا براحتك، هيا خلينا نخزن وانت بحشم ورم ومستقبلك معجن. والله ما غيرك عجلني ويربش عقلي. انا بقوم ابسل لي حباك، انا مشحب حق الحلق. امانه ربش عقلي، امانه دخلني في دوامه. ايش المربوش هذا الجني، الله يربشه. في نهاية الفيديو يا حبايب قلبي، شكرا من اعماق قلبي لكل شخص بيشاهدني لهذه اللحظة من الفيديو، واتمنى ان فكرة الفيديو نالت اعجابكم. لكل متابعين